السلام عليكم بنات، شلونكم؟ اليوم عندنا طريقة عمل كعك بالسمسم يخبل ويجنن والطعم خرافي. تابعوا الفيديو. كوب حليب، كوب شكر، كوب زيت، معلقة صغيرة فانيلا، ربع معلقة صغيرة ملح. ندمج المكونات لمن يطلع عندنا القوام الحلو واللي يخبل ويجنن. نريد هذا القوام المطلوب. معلقة كبيرة كم باودر، كوبين طحين. الكوب الثاني خليته بالتدريج. طبعا انتم وطحينكم شنو الطحين ياخذ عندكم ايش كثر اكواب، انا اخذ معي كوبين. كملت عندنا العجينة، طلعت وانا تخبل القوام ويجنن القوام، طرية وحلوة. نجيب صينية الأوفن ندهنها بدهن. نجيب السمسم وخليت فوقاه ماي للتزيين. إذا حابين تسوون أي شكل، أنا سويت شكل كرات. طبعا هنا أسويهن وأحطهن بالسمسم وأحطه بصينية الأوفن حتى يطلع وين القوام يخبل ويجنن. خلوهم بالأوفن لمدة 20 دقيقة من جوا و10 دقائق من فوق درجة الحرارة. كملوا الأوفن ماله عينكم عليهم لا يحترقن. طلع ويانا كعك بالسمسم يخبل يجنن، الطعم خرافي خرافي الطعم. جربوها وإن شاء الله الطريقة تعجبكم والوصفة تخبل وتجنن. وصلت نهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والتنبيهات حتى يوصلكم كل ما هو جديد من قناة نور العين. سلام يا أحلى متابعة، نشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي.